ذكروا فقرتين ترتبطان بي لأن موضوعهما مهم، أنا أذكرهما. أولا يقولون أن فلان يقول أن إليزابيث من أهل البيت، وهذا من مكذوبات الوهابية الصريحة عليه. القضية هذه أني أن سألت شيخا وهابيا: أنتم مثلنا تصلون على آل النبي في صلاتكم وتقرنوهم بالنبي؟ قال نعم، نعم واجب. إذا ما قرنت آل محمد به في الصلاة تبطل الصلاة؟ قال نعم. إذا شلت آل محمد وخليت أصحاب محمد بدالهم تبطل الصلاة؟ قال نعم. طيب من هم آل محمد هؤلاء الذين تصلون عليهم في صلاتكم؟ قال كل بني هاشم. قال كلهم بنو هاشم حوالي 20 مليون، وفيهم غير مسلمين، وفيهم فساق قتلة، تحطوهم مع نبيكم؟ يا رب صلي على النبي وعلى هذول 20 مليون صلي. قال نعم كلهم. طيب المتولد من بناتهم أيضا ذريتهم؟ قال كل ذريتهم. قلت له الملكة إليزابيث جدتها زوجة هنري الثامن من هؤلاء الأدارسة، فهي من ناحية الأم أيضا من بني هاشم، فأنتم تحطوها مع النبي في صلاتكم؟ قال كلهم. هذه القصة. فإذا أنا ألزمتهم بما يقولون وقلت لهم عظم الله أجركم في صلاتكم، لأنكم تضعون مع نبيكم وآل محمد تصلون عليهم فساقا فجارا كفارا، وتخلون معهم حتى الملكة إليزابيث أيضا تصلون عليها معهم، فعظم الله لكم أجركم في صلاتكم. بدل أن يفحموا سووا تهريج أن فلان يقول ملكة إليزابيث من أهل البيت. ما هذا الكلام الفارغ؟